جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء. بيان بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء. يحل 8 مارس يوم النضال النسوي العالمي في وقت تواجه فيه النساء في منطقتنا ظروف قاسية تتجلى في تصاعد العنف والتهميش والاستغلال وسط تواطؤ عالمي مع الأنظمة الاستعمارية والقمعية. إن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى رمزية، بل هو محطة تجدد فيها النساء العهد على استمرارية المقاومة ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستعباد. إن جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء إذ تحيي هذه المناسبة تؤكد أن نضالات النساء ليست منعزلة عن نضالات شعوب المنطقة من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة الحقيقية، فالنساء هن في صلب هذه المعركة، وحقوقهن ليست هبة تمنح، بل هي ثمرة نضال مستمرة ضد الأنظمة الذكورية والاحتلالات والاستغلال الرأسمالي وتغول القوى الرجعية التي تسعى إلى وأد مكاسبهن. يأتي 8 مارس هذا العام في ظل هجوم إمبريالي شرس تقوده القوى الاستعمارية والرأسمالية العالمية يستهدف شعوب المنطقة بشكل عام ونسائها بشكل خاص، كما نشهد اليوم في فلسطين حيث ترتكب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري وقمع وحشي في ظل صمت وتواطؤ دولي مخزن. ورغم هذه التحديات أثبتت النساء في منطقتنا أنهن قوة تغيير وصمود لا تكسر، يواجهن القمع بالنضال والتمييز بالمقاومة والاستغلال بالتحدي، متخذات من 8 مارس مناسبة لإعادة التأكيد على أن حقوقهن لن تتحقق إلا بالنضال المستمر وبوحدة الحركات النسوية ضد الأنظمة التي تستهدف كرامتهن ووجودهن. تواجه النساء في منطقتنا تحديات متعددة ومتداخلة، حيث لا تزال بلداننا تعاني من الاستعمار، النزاعات المسلحة، الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية، مما يترك أثراً عميقاً على حياة النساء. وإلى جانب هذه الأوضاع تعاني النساء من عراقيل إضافية ناتجة عن هيمنة النظام الذكوري، السلطة الأبوية، العادات والتقاليد المقيدة، التمييز وعدم المساواة، بالإضافة إلى صعود الأنظمة المتطرفة والإسلاموية إلى الحكم، الأمر الذي أدى إلى تراجع حقوقهن وتقويض مكاسبهن. المغرب. تواجه النساء في المغرب الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعرفها البلد والتي تتجه نحو وضعية الندرة والخصاص الشديد، مما سيكون له وقع سيء على أوضاعهن، لأنهن الأكثر عرضة للتشريد من العمل بسبب طبيعة المجالات التي يشتغلن فيها كالقطاع غير المنظم والقطاعات الهشة كالمجال الزراعي والعمل في البيوت، والشركات المناولة التي تشغل النساء في التنظيف في ظروف أشبه كالمجال الزراعي والعمل في البيوت، وشركات المناولة التي تشغل النساء في التنظيف في ظروف أشبه بالعبودية. إن الأزمة الحالية تنذر بأوضاع صعبة ستعرفها البلاد وستؤدي النساء ثمنها بشكل أكبر. إن أغلب المؤشرات تدل على تدني أوضاع النساء من نسبة البطالة المرتفعة خاصة وسط المتعلمات، وتراجع نسبة النشاط الاقتصادي إلى 22% وسطهن، وهو من أضعف النسب في العالم، واستمرار الأمية بنسب مخجلة تصل إلى أكثر من 40% في البادية، وارتفاع أرقام العنف المبني على النوع حسب الجهات الرسمية نفسها، حيث تجاوزت نسبة النساء المعنفات 54%. أما التشريعات فالعديد منها لا يزال يكرس التمييز ضد النساء كالقانون الجنائي الذي يحمي النظام البطريركي السائد على حساب حقوق وكرامة النساء. ولا تزال مطالب الحركة النسائية الخاصة بتعديل مدونة الأسرة لم تجد الآذان الصاغية، وما أعلنت عنه الحكومة لا يرقى إلى الحد الأدنى المنتظر، كما أنه لا زال وعودا فقط. وفي مقابل هذه الأوضاع المتردية للنساء على أكثر من صعيد، فإنهن يخضعن معارك نضالية على واجهات متعددة بتعدد أصناف الانتهاكات التي تتعرض لهن، ويواجهن التمييز الذي يطالهن. فخلال السنة التي مرت منذ 8 مارس الماضي واصلت خلالها النساء نضالهن ضد التمييز والاستغلال والعنف. العاملات منهن يخضن النضال ضد بشاعة الاستغلال الذي يعشنه، في مقدمتهن عاملات قطاع النسيج، حيث 500 عاملة اللواتي انتفضن ضد القهر والظلم في جنوب البلاد بشكل فاجأ الجميع، وضد السياسات المهددة للبيئة والحق في الشرك بها. ونجحنا في وقف هذا المخطط
وتواصل الحركات النسائية والحقوقية معركتها من أجل قانون أسرة عادل ومنصف يتلائم مع اتفاقية سيداو التي صادق عليها المغرب منذ عام 1993 ورفع تحفظاته عنها سنة 2008. في تونس تواجه النساء في تونس تحديات كبيرة رغم التقدم الذي تحقق بفضل الجهود المستمرة، إذ لا تزال الفجوات في المساومة القانونية والاجتماعية واضحة، خاصة في قضايا الميراث، حيث يظل نظام الميراث غير متكافئ ويعزز القانون دور الرجل كرئيس العائلة، مما يعزز التفاوتات الهيكلية. وعلى الرغم من التطورات في مجال الصحة الإنجابية، فإن نقص الخدمات الصحية وارتفاع معدل وفيات الأمهات يشكلان عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الصحية للنساء، خاصة في المنطقة الداخلية. في المجال السياسي شهدت تونس تراجعا في تمثيل النساء في مراكز القرار، حيث انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 34.5% في 2014 إلى 16% في عام 2022، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات قانونية تضمن مشاركة عادلة للنساء في السياسة وحماية الناشطات من العنف السياسي. أما في سوق العمل فلا تزال النساء يعانين من التمييز، حيث تفتقر العاملات في القطاع الفلاحي إلى الحماية الاجتماعية، فيما لم تمتلك النساء سوى 6% من الأراضي الزراعية، مما يستدعي سياسات تضمن المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل. على صعيد الإعلام، رغم أن 54% من الصحفيين نساء، فإن تأثيرهن لا يزال محدودا في مواقع القرار، كما أن قضايا العنف ضد المرأة لا تحظى بتغطية كافية، مما يستلزم إصلاحات لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيات. أما العنف ضد النساء فهو مشكلة متفاقمة، حيث قتلت 27 امرأة بسبب العنف في 2023، وتعرضت 84.7% من النساء لنوع من العنف بعد سن 15، مما يبرز ضرورة التطبيق الصارم للقوانين وتوفير مراكز إيواء مجهزة. كما أن العنف الإلكتروني أصبح يشكل تهديدا متزايدا، إذ تعرضت 46% من التونسيات للتحرش أو التهديد عبر الإنترنت، مما يتطلب تشريعات صارمة ومنصات آمنة للإبلاغ. وتعد النساء خصوصا في المناطق الريفية الأكثر تأثرا بالتغييرات المناخية، ما يتطلب سياسات تدعم العاملات في الفلاحة وتعزز استدامة الموارد الطبيعية. أما النساء المهاجرات فيواجهن الاستغلال والعنف، حيث تعرضت 42% منهن للاستغلال الجنسي، مما يستدعي سياسات تحمي حقوقهن وتوفر لهن الدعم اللازم. ختاما، يتطلب تحقيق المساواة الفعلية في تونس إصلاحات قانونية شاملة ومبادرات ميدانية حقيقية وإرادة سياسية قوية لضمان حقوق النساء في جميع المجالات. في العراق، تعاني النساء في العراق بمختلف أعمارهن وتوجهاتهن الفكرية إلى العديد من التحديات والضغوط التي سببتها الاحتلالات المتكررة والحروب المتتالية والأزمات، ولكن أكبر أزمة تمر بها النساء في العراق اليوم هي أزمة تعديل القوانين المدنية واستبدالها بتشريعات إسلامية طائفية. كان العراق قد خطى خطواته نحو الحياة المدنية بسن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1859، والذي يعد انتصارا للأسرة العراقية والمجتمع العراقي. لكن استمرت عجلة تدمير مجتمعنا منذ عقود، وهذه المرة تحاول القوى السياسية المتنفذة إدراج قرار لمقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الخاصة بحق الحضانة، حيث تم تحويل السن لحضانة الأم للأطفال لحد 7 بدلا من 14 سنة. جمدت مسودة مشروع قانون الأحوال الجعفري بعد حملات المدافعة والضغط من قبل الناشطات والحراك المدني على الحكومة والبرلمان، إلا أن هذا لا يعني بعدم وجود إرادة سياسية ما زالت تسعى لإقراره. هنا تظهر التحديات الكبيرة التي تواجه النساء في العراق وبشكل خاص النساء الناشطات، فهي تحديات قديمة جديدة وإنجازات تقابلها إشكاليات. فنسبة المشاركة السياسية للنساء لا توجد في أكثر البلدان ديمقراطية، حيث أقر الدستور العراقي نظام الكوتا النسائي وحدد نسبة للنساء في البرلمان لا تقل عن 25%،
بنفس الوقت ترتفع مستوى الأمية إلى درجة كبيرة توصف بالخطرة. وهناك حضور واضح وكبير للنساء في المجال العام يأخذ أشكال متعددة سياسية واجتماعية وثقافية ودينية، ومشاركة في منظمات المجتمع المدني. لكن أيضا يسجل ارتفاع مخيف بنسبة العنف الموجه ضد النساء في ظل غياب سلطة القانون بسبب تردي الأوضاع الأمنية وضعف أجهزة إنقاذ القانون. قسم من هذه الإشكاليات مفتعل بإرادة سياسية تريد تحقيق مصالحها السلطوية وتحاول إشراك المرأة بشكل محوري في خطابها الإيديولوجي الإسلامي في إطار الاختلاف عن باقي التوجهات والتيارات العلمانية. والقسم الآخر ناتج عن الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع العراقي، تحديات قديمها وحديثها، إلا أن الحراك النسوي العراقي كان له حضور واضح على الساحة السياسية. فرضت إرادة نسوية تقودها مجموعات من النساء الناشطات. أثبتنا أن عجلة الزمن تسير باضطراد مع كل العراقيل التي تضعها السلطة الأبوية. في كردستان لا تزال المرأة الكردية تتعرض لحرب وجودية تستهدف إرادتها وهويتها ودورها القيادي في النضال التحرري. في تركيا تزج السياسيات الكرديات في السجون وتفرض الوصاية على البلديات المنتخبة في المدن الكردية في محاولة لكسر إرادة شعب اختار ممثليه بحرية. هذا القمع الممنهج ليس سوى امتداد لسياسة الإنكار والإبادة التي تنتهجها الدولة التركية ضد كل من يطالب بالحرية. أما في إيران فآلة القتل مستمرة في تصفية المناضلات اللواتي قدن ثورة المرأة الحياة الحرية، تلك الثورة التي زلزلت أسس النظام الذكوري القاتل. النظام الإيراني لم يكتف بالقمع الوحشي، بل جعل من أجساد النساء ساحات انتقام، حيث لا تزال حياة العديد من المناضلات في خطر، يواجهن الإعدام أو الموت البطيء في السجون، أمثال بخشان عزيزي وشريفة محمدي. وفي غرب وجنوب كردستان تلاحق النساء بالطائرات المسيرة التركية في عملية اغتيال ممنهجة تستهدف القيادات النسائية والصحفيات التي تقود مشروع التحرر، أمثال كل من الشهيدات هيفا عربو، جيهان بلكين، منيجة حيدر، آرجين كرم. الاحتلال التركي الذي عجز عن كسر إرادة المرأة الكردية بالسلاح والسياسات القمعية يلجأ اليوم إلى تصفيتهن واحدة تلو الأخرى، ظنا منه أن استهداف الرموز سيوقف المد الثوري. وعلى الجبهة الأخرى لم تقتصر الهجمة على الاحتلال التركي فحسب، بل امتدت إلى القوى الإسلامية المتطرفة التي نصبت نفسها حكما بعد سقوط النظام السوري. عمدت هذه الحكومة المؤقتة إلى تهميشهن وإقصائهن بشكل منهجي، محاولة محو دورهن في المجتمع والسياسة. وبلغت ذروة هذا النهج حيث عقدت في مؤتمر النصر، حيث جلست الفصائل التي مارست أبشع الجرائم ضد النساء في موقع السلطة، في مشهد يعكس جوهر مشروعهم القائم على إقصاء المرأة وإعادة إنتاج نظام العبودية تحت غطاء الدين. لكن كما في كل مرة لم تستسلم النساء لهذا الواقع المفروض، بل كنا في طليعة المقاومة. يؤكدنا أن حرب الحرية التي يحضنها ليست مجرد صراع ضد الاحتلال أو الاستبداد، بل معركة مصيرية ضد كل من يحاول سحق إرادتهن وحقهن في الحياة الكريمة. في فلسطين مع تصاعد الوضع في الضفة الغربية وخاصة في جنين وطول كرم وطوباس، حيث يواجه الشعب الفلسطيني نتيجة العمليات العسكرية وتنفيذ غارات مكثفة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والتي أدت هذه العمليات إلى هدم العديد من المباني وتشريد الآلاف من المخيمات الفلسطينية للاجئين، وزيادة فرض القيود على الحركة بين المناطق، حيث ما زالت تواجه المرأة الفلسطينية حالة التهجير والنكبة واعتقال واستشهاد والإخفاء القسري وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية والنزوح وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أهلنا في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 90% من سكان القطاع، ما يقارب 1.4 مليون نازح ونازحة، وتحجير نحو 40,000 لاجئة فلسطيني وفلسطينية من مخيمات جنين وطول كرم وطوباس.
حيث متوقع زيادة أعداد النازحين في محاولة لمحو رمزية المخيمات التي تشكل رمزية لقضية اللاجئين وحق العودة، مما أثر على واقع المرأة الفلسطينية لرفع الأعباء على كاهل المرأة الفلسطينية، تحديدا النساء المعيلات للأسر التي تواجهن ضغوطا متزايدة في ظل ظروف النزوح القاسية. بالرغم من كل ذلك تظل قدرة النساء على الصمود في منطقتنا ملحوظة، إذ يتكيف العديد منهن في هذه الظروف الصعبة لتبرزن كقوى دافعة للتغيير والتنمية، فهن يسعين جاهدات وإخراج إرادة متجذرة في تكريس حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. إن النساء في منطقتنا قد جسدن بحق جوهر هذه المعركة النضالية، مثلا في الصمود والمقاومة للإنسانية جمعاء. إن النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط هن أمثلة حية في العالم على روح الكفاح المستميت من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة والسلام، كما أنهن صنعن تجربة فريدة في تاريخ المرأة العالمية، كونهن تبوأن مكانة متقدمة لا سيما في فلسطين، لبنان وسوريا، وفي معركة تخوضها الشعوب بأكمله من أجل التخلص من براثن الاستعمار وسياساته المقيتة. في ظل تصاعد الظلم والاستبداد الذي تتعرض له النساء في منطقتنا، وفي سياق الاحتلال والصراعات التي تعمق معاناتهن، تدعو جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء جميع أحرار العالم إلى الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وحقه للعيش بحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير والاستمرار في مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة. التضامن المطلق مع النساء الفلسطينيات ودعمهن في مواجهة التحديات التي تعصف بحياتهن، انطلاقا من الإيمان بأن تمكين النساء وتعزيز دورهن يشكلان حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، ويساهمان في ترسيخ السلام القائم على الحرية والكرامة. إدانة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وأساليب القمع الوحشي التي تستهدف النساء، والظروف المعيشية القاسية المفروضة عليهن سواء في فلسطين، لبنان أو سوريا، حيث يعاني الشعب بأسره من الفقر والتهميش نتيجة للاحتلال وسياساته العدوانية. مساندة النساء الأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وكذلك في سجون الأنظمة المتطرفة والاستبدادية، ورفع الصوت عاليا للمطالبة بتحريرهن وإنهاء سياسات القمع التي تستهدف حرية المرأة وإرادتها. نطالب بإيقاف أحكام الإعدام الجائرة ضد المناضلات الكرديات في إيران فورا، ونطالب بالإفراج العاجل عن المعتقلات السياسيات في تركيا، وندعو إلى إنهاء جميع محاولات استهداف القياديات النسائيات في كردستان من قبل الاحتلال التركي، ونؤكد على أن هذه السياسات القمعية لا تثني عزيمة النساء في نضالهن من أجل الحرية والكرامة. المطالبة بوضع استراتيجيات شاملة تضمن حقوق النساء في العمل اللائق والمشاركة السياسية الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة والمساواة يبدأ بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحقيق مشاركة عادلة ومستدامة تضمن للنساء دورا رياديا في صناعة المستقبل. إننا في جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء نؤمن بأن نضال النساء هو نضال من أجل الحياة، ومن أجل بناء عالم تسود الحرية، الكرامة والعدالة، ومعا وبصوت واحد وإرادة لا تلين نواصل المسيرة حتى تحقيق جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء 8 مارس 2025. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.